السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. النهاردة هنتكلم بمناسبة الشتاء والجو الساقع والسيول اللي بتنزل اليومين دولت. طبعا ده موسم الدفاية ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي ان شاء الله الفيديو بتاعنا، اتمنى من كله يعمل لايك، واللي مش متابع يعمل فولو. وبشكر دايما كل المتابعين، ولو في اي حد عنده سؤال او استفسار باي حاجة يشرفني دايما بالسؤال، وانا تحت امر الجميع. هنبتدي ان شاء الله النهارده دفاية الزيت. دفاية الزيت الجميلة اللي بقى سعرها خزعبلي طبعا. يعني بقت ارقام بنسمع ارقام فيها غريبة شوية يعني. فطبعا بقى مفيش حد النهارده، يعني قلما ان حد يشتري دفاية زيت دلوقتي، كله بيصين. لازم نبقوا فاهمين طريقة عمل الدفاية الزيت عامة واختلاف عن الدفاية الشمع. انا مش عايز اكبر الدنيا كتير، بس في ايجاز. يعني الدفاية الزيت ده بيبقى في زيت في الريش هنا، زيت كهرباء تمام، وهيتر ماشي من جوه هنا من تحت هنا. الهيتر بيبقى جوه الدفاية بيسخن ويسخن الزيت دوت، ويبتدي يطلع هبو السخونية من الريش الصاج. تمام. طبعا هي دفاية معمرة جدا، عيوبها مش كتير. تمام. دفاية عمر، بس فيها مشكلتين. هم ما كانوش زمان مشكله، دلوقتي بقت مشكله. ان اولا هي بتاخد وقت على ما تدفي المكان. هي صحيح لما بتدفي بتخلي المكان تدفيته كويسه، طبعا على حسب حجم الريش، يعني ال7 ريشه او ال9 ريشه او ال11 ريشه، ومساحه الاوضه بتفرق. تمام. بس هي مشكلتها ان انت عشان تحس بتدفئه الدفايه الزيت بتاخد وقت، يعني بتاع ساعه او ممكن ازيد على حسب المساحه اللي بتغطيها. تمام. فطبعا ده بتاخد وقت على ما انت تحس بالتدفئه بتاعتك. ثانيا استهلاك للكهرباء عالي، لان هي طبعا بتشتغل فيها درجتين او 3 درجات على حسب الموديل. بتبقى معاك مثلا من 1000 واط لحد 2500 واط او 2000 واط او حسب الموديل اللي انت شاريه. طبعا استهلاك كهرباء عادي، بخلاف الدفايه الشمع. الدفايه الشمع طبعا بتطلع هبو سخونيه في ساعتها اول ما تشغلها. دفايه سعرها رخيص. استهلاكها في الكهرباء طبعا اقل، لان الشمعة بتبقى من 400 ل 600 واط على حسب نوع الدفاية اللي انت شاريها في الشمعة، وصيانتها رخيصة طبعا. بس مش معمرة زي الدفاية الزيت. يعني ممكن كل سنة ولا سنة ونص تعوز تغير السلك الحراري، الكلام دوت كله على حسب برضه، او الشمعة الازاز على حسب نوع الدفاية برضه، الشمعة اللي انت شاريها. ده بايجاز يعني، لغايه ما تيجي برضو لو في حصلت ظروف يعني، وعملت فيديو على دفايه شمع هفرج حضرتك كل الوضعيه. فاحنا بالنسبه لنا دلوقتي الدفايه ديت فاصله باور خالص. طبعا دي فيها مروحه، الدفايه ديت فيها مروحه طرد للحراره. تمام. فاحنا دلوقتي هنفك الدفايه، الوش بتاعها ده بيتفك. تمام. ونشوفوا المشكله بتاعت الهيتر، اذا كانت المشكله في السرموستات من فوق، في بكره السرموستات اهيت، او الزراير بتاعت الباور، او التايمر، لان دي فيها تايمر انك تظبطها تشتغل وتفصل لوحدها. ممكن تبقى مشكله في اي حاجه من الحاجات ديت. ممكن تبقى مشكله في الهيتر ذات نفسه، بس احنا لسه هنفكه ونقيسه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا احنا دلوقتي فكينا الدفايه زي ما احنا شايفين كده. تمام. في هنا السيرموستات، تمام، وزرار التشغيل، وده التايمر. المروحه هنا جايه مكسوره، مش عارف هي باينه ولا لا، بس الموتور اهوت زي ما احنا شايفين. تمام. وهنا دوت الهيتر اهوت، في 2 هيتر، ده 2 هيتر. تمام. وسيرموستات، 2 سيرموستات حمايه. تمام. ديت كده يعني الدفايه من جوه بايجاز. احنا دلوقتي لما قسنا لقينا ان المشكله في السيرموستات بتاع الدفايه. فانا فعلا دلوقتي هنغير السيرموستات، وهنحاول ان احنا نشوف حل للشاسيه بتاع المروحه اللي اتكسر دوت. تمام. ونرجع نقفلها واجربها تاني مع حضرتك. تمام. هنا يا جماعه احنا قفلنا الدفايه تاني اهيت، ووصلنا الكهرباء. طبعا المروحه شاسيه كان مكسور، عملنا لها شاسيه صاج وثبتنا فيه الموتور. تمام. وظبطناه عشان الريشه ما تحكش. تمام. وظبطنا السرموستات، وادي كده اهوت. احنا بقى هنشغل ادي المروحه كده، المروحه كده شغاله. تمام. ماشي. وادي الهيتر شغلنا الاثنين، كله شغال كده. تمام. ابتدت المروحه تطرد السخونيه من الجنب. تمام. ده بالنسبه كده للدفايه الزيت. طبعا لازم ناخد بالنا من حاجه بالنسبه لدفايات الزيت، ان الدفايه الزيت مع السنين، يعني مثلا كل 5-6 سنين لازم تكشف على الزيت بتاعها اذا كان ناقص ولا لا، لان طبعا بينقص وبتضطر تزوده، بيتزود زيت كهرباء.
بيبقى ليها طبه لازم يتفك ويتشاف اذا كان الزيت ناقص ولا لا، علشان لو الزيت قل جامد ممكن يبوظ الهيتر. تمام. فلازم ناخد بالنا من قصه الزيت ديت كويس. اتمنى يكون الفيديو حاز على اعجابكم. لو في اي حد عنده استفسار انا تحت امر الجميع. شرفتني كلكم بالمتابعه. السلام عليكم ورحمه الله.